السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم على ال shallow copy and deep copy. في ال simple code ده عندنا pointer of type integer اسمه array. بنعمل allocate ل new array في الهيب. السايز بتاعها 4. تعالى نفترض انه الادرس بتاع الاري دي كان مثلا ب300. ده رقم للتبسيط، انما الادرس بيتكتب هيكساديسيمال كود. طيب بعدها بناخد الانبوت من اليوزر، مثلا كان 1 2 3 4. طيب اذا الادرس بتاع او القيمة اللي في البوينتر اري ده هي 300. اذا احنا ممكن نعمل سهم كده للتبسيط. لو انا عايز القيمة بتاعت الاري اوف 1 اللي هي الاتنين حاليا، تمام كده احنا عملنا النيو اري في الهيب، صح كده؟ الموضوع لحد الان بسيط. طيب في لاين 85 عندي pointer of type integer اسمه temp بيساوي الاري. ده معناه ايه؟ معناه انه قيمة الاري بتساوي 300 اللي هو الادرس 300. معنى كده انه قيمة البوينتر temp هتساوي برضو 300. ده معناه ان هو بيشاور على نفس الميموري بلوك اللي الاري بتشاور عليه. بمعنى ان الاري temp سوري البوينتر temp والبوينتر اري هما الاتنين بيحملوا نفس الادرس. معنى كده هما بينهم ميموري مشتركة. معنى كده ان هما بيحتووا على نفس الداتا، وهو ده مثال على الشالو كوبي. ببساطة الشالو كوبي هو 2 or more pointers عندهم نفس الميموري، ومعنى كده عندهم نفس الداتا. لو انا غيرت في الداتا بتاعت البوينتر temp هتغير في الاري لانهم نفس الشيء، تمام. طيب في لاين 86 لو انا حذفت التمب اري عملت لها ديليت، ايه اللي هيحصل؟ انا عملت ديليت للاري اللي اسمها تمب، او ديليت للبوينتر اللي اسمه تمب. ايه اللي هيحصل؟ هحذف التمب كده، تلاحظ انه مفيش اري، خلاص الاري خلاص اتحذفت. طب ده ليه حصل؟ لان هما الاتنين نفس الشيء. طب المفروض كنا عملنا ايه؟ كنا نزلنا ديبلي شويه، بعمق اكثر من كده، عشان ننسخ الداتا بشكل صح. طيب هنا ده هنروح نتكلم على الديب كوبي. الديب كوبي بيحل المشكلة دي ازاي؟ الديب كوبي بيقول زي ما انت عملت allocate لأربع أماكن باستخدام البوينتر array، اعمل allocate لأربع أماكن مختلفين للبوينتر temp. وده اللي احنا عملناه في الكود ده. ادي البوينتر temp عملنا له 4 أماكن في الهيب، فاحنا فعليا بنعمل برضو أماكن مختلفة، سوري بأدرس مختلف. يعني عملنا أدرس أو عملنا allocate لنيو array في الهيب، وليكن مثلا الأدرس بتاعها كان 500. إذا قيمة التمب حاليا ب500. بعد لما نخلص ده هنمشي لوب وأخلي التمب اوف اي بتساوي الاري اوف اي، ففعليا هيكون الشكل ده. وهو ده الديب كوبي. اتمنى يكون المشكلة واضحة، عشان اثناء التعلم بتكون مش عارف الخطأ منين، وانت اصلا ممكن تكون عندك شيرد ميموري لو انت مستخدم بوينترز وانت مش واخد بالك. هناخد مثال كمان بس بالاوبجكت اورينتد ستايل.
في المثال ده عندنا كلاس اسمه copy. ممكن نرسم الكلاس ده. الداتا اتريبيوت بتاعت الكلاس ده هي بوينتر اسمه list اهو. تعال نبص في المين كده، احنا عملنا create a new object من الكلاس copy. الكلاس ده النيو اوبجكت ده هيكول الديفولت كونستراكتور. الديفولت كونستراكتور فيه ايه؟ في ان هو هيعمل allocate في الميموري، تمام، السايز بتاعها ماكس سايز اللي هو 100. يعني هيكون في داتا اتريبيوت في الفترة اللي احنا فيها دي من اول 0 الى 99، تمام. في اللاين اللي بعد كده هو بيعمل initialize للداتا دي ب1، يعني كل القيم دي هتكون ب1. لحد اللحظة دي الأمور بسيطة. هنا في فانكشن بتاخد الاندكس وبتاخد الفاليو عشان تعمل ابديت للفاليو اللي في الاندكس اي دي اكس ده. ودي فانكشن بتبرنت الداتا، بتديها انت عايز تبرنت كام ايتم وتعمل لهم برنت. عايز تبرنت 5 ماشي، هتعمل برنت ال5 عناصر. ده الكلاس ببساطة. تحت هنا عملنا object.getData. لو انا عملت object.getData عملت كود الفانكشن دي، اللي هيحصل ان هو فعلا هيبرنت اول 5 اماكن. اديتها قيمة ب5، هيبرنت اول 5 اماكن في الاري اللي هم اوريدي هيكونوا بكام؟ ب1. طيب لو عملت السطر 83 ده ايه اللي هيحصل؟ السطر 83 تعال نقراه بالراحة. احنا بنكرييت نيو object اسمه object2. طيب ممكن نرسمه ده عشان الموضوع بس ايه يكون ابسط. ممكن نرسم object2. ممكن الشكل اللي يكون ابسط من كده في الرسم شوية. ممكن نعمل object1 و object2. ده object1 وده object2. وهنا الميموري الشيرد بينهم، ولكن مثلا نختار اللون ده. وهنا الميموري او الهيب. احنا بنعمل ايه هنا؟ ده عنده بوينتر اسمه list، وده برضو عنده بوينتر اسمه list. الاولاني ده كان بيكرييت نيو array زي ما اتكلمنا، بيمشي لحد 100 وكلهم بكام؟ ب1. صح كده؟ طب كويس. في اللاين 83 ده انا عملت ايه؟ عملت object2 بيساوي object1. يعني انا بخلي قيمة البوينتر ده بتساوي البوينتر ده. ثانية واحدة، هو انت ايه اللي عرفك؟ هو اللاين 83 ده هيعمل كول لأي فانكشن من دول؟ بص، هو فعليا مش هيعمل كول لولا فانكشن، لأنه الشكل ده بيكول الكوبي كونستراكتور. طيب هو احنا كاتبين أصلا الكوبي كونستراكتور ده ديفولت كونستراكتور؟ احنا أصلا مش كاتبين الكوبي كونستراكتور، فهو هينسخ بناء على ايه؟ ده هينسخ implicit او بطريقة ضمنية، اللي هو الكومبايلر هو اللي هيقوم بالنسخ لوحده، احنا مش هنتدخل. اوكي. طيب فالكومبايلر هيعمل ايه؟ فعليا هيخلي الداتا بتاعة object1 بتساوي الداتا بتاعة object2. سوري، العكس. الداتا بتاعة object2 اللي هو الليست دي هيخليها تساوي الداتا بتاعة object1.
طب الداتا بتاعت object 1 بكام؟ مثلا ده كان ادرس ب 300 برضه، وده يبقى اذا هي هتكون بكام؟ ب 300. اذا الاوبجكت 2 الداتا بتاعتها هتكون بكام؟ برضه ب 300. فاذا الداتا هتكون كده، اصبح في شيرد ميموري وانت مش واخد بالك. لما انا اروح عند object 2 في لاين 5 في لاين 84 واعدل في الاندكس رقم 2. اندكس رقم 2 ده اللي هو مين؟ اللي هو ده اندكس 0 1 2. اعدل فيه اخليه بكام؟ ب9. ايه اللي حصل؟ لو انا حبيت اعمل برنت لاوبجكت 1 هيديني الشكل ده، وده منطقي. -1 -1 9 -1 -1. مع اني انا اصلا في لاين 84 غيرت في اوبجكت 2، يعني انا غيرت في الاوبجكت ده، التغيير انعكس على الاوبجكت ده برضو، يعني التغيير اصبح في الاتنين، وده منطقي. ليه؟ لان احنا شيرد ميموري، بنعدل في نفس الداتا. اوكي. لما عملنا برضو في لاين 86 برنت او عملنا جيت داتا الاول 5 عناصر في اوبجكت 2، طبعا ادانا برضو نفس القيمة. فاهمين المشكلة فين؟ المشكلة هنا ان احنا ما خدناش بالنا للامبليسيت كوبينج اللي حصل، او النسخ اللي بصورة ضمنية اللي الكومبايلر عمله. ده كان شالو كوبي. طب ايه السوليوشن بتاع ده؟ ان احنا ننسخ بايدينا ديبلي، ننسخ بايدينا، نكتب الكوبي كونستراكتور بايدينا. هحط الصور بتاعتها وهرجع لكم تاني. نكمل المثال اللي فات. بعد اضافة الكوبي كونستراكتور، ده شكل الكوبي كونستراكتور اللي احنا عملناه، بس ان احنا ضفنا الكوبي كونستراكتور بايدينا وعملنا الليست بتاعت الاوبجكت 2 اللي هو بيكود الكوبي كونستراكتور اصلا، عملنا له نيو اري مختلفة عن الاولى. ففعليا اتعمل له نيو اري مختلفة بالشكل ده. بعدها خلينا الاري بتاعت الاوبجكت 1 اهي، الاوبجكت اللي احنا بنريدت، عملنا له ايه؟ خلينا الليست دي بتساوي الداتا اللي هنا، يعني الليست دي بتساوي الداتا اللي هنا. ففعليا دي هتكون ب1 -1 -1 -1 وما الى ذلك. تمام. بعد كده في لاين 89 بنعمل ايه؟ بنروح عند object 2، طبعا هنا ده بيشاور على الحتة دي لما احنا عملنا new array. اوكي. بنروح عند لاين 89 بنسيت اندكس الاندكس رقم 2، ده اندكس 0 1 2، بنخليه ب9 بدل ما -1. فعليا هنغيره نخليه ب9. في اللحظة دي لو انا عملت برنت في لاين 90، عملت برنت لأوبجكت 1، حاليا اوبجكت 1 عنده الداتا الخاصة بيه، فهيبرنت كله -1 بالشكل ده. لو عملت برنت الاوبجكت 2 هيبرنت -1 -1 عند اندكس 2، هيبرنت 9، وده المطلوب. وهو ده فكرة الشالو كوبي والديب كوبي اللي احنا عملناه ده ان ديبلي واي. اوكي. ده هو الديب كوبي، والمثال اللي فات بالاوبجكت اورينتد ستايل ده كان الشالو كوبي. وهنا كان مثال بسيط علشان لو انت ما تعرفش اصلا الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. السلام عليكم.